أكثر شغلة تتمناها البنية في شهر رمضان هو وجود الشخص اللي يساعدها في وقت الفطور، خاصة قبل الفطور وبعد الفطور. فخلال شهر رمضان أي بنية راح تسألها تقولها شنو أمنيتك، راح تقول لك إنه أتمنى أكون رجال يساعدني بالبيت. فيا أخوتنا ويا شبابنا ويا آبائنا، أي شخص يشوف نفسه قادر إنه يساعد زوجته لا يقصر وياها. أي واحد يشوف نفسه إنه قادر إنه يسوي له طبخة معينة هو يعرف لها لا يقصر بيها. يحضر اللبن، الزلاطة، الطرشي، هاي السوالف الحبشكلات الصغيرة كذلك لا تقصرون بيهن. يجوز انت تشوفن اشياء بسيطة، لكن صدقني زوجتك من تشوفك تسويهن راح تشعر براحة وما تتعب ابد بالشغل وياك. ومن تخلصون الفطور لا تقوم تمسح ايدك بالحائط وتدور وشك وتقوم، حاول ان تساعدها بلم السفرة وغسل الماعين. واذا تقول كلش ما بي حيل وتعبان وما اعرف اغسل الماعين، حاولوا انه تشترون هاي السفريات الجاهزة اللي تكون استخدام واحد، حتى مباشرة بعد الفطور ورا ما تخلصون تذبونهن مباشرة، وماكو لا غسل الماعين ولا تعب. ومعلومة أخيرة، بعض النساء ما يرد انك تساعدهن في شهر رمضان، بس يرد منك التقدير والاحترام. وانت الشاب اذا تسمعني، اذا زوجتك او اختك دزت لك هذا الفيديو، اني مالي علاقة. مع السلامة.